أنه يكون تقنية الفار تكون هي جزء من الحل وليس جزء من المشاكل اللي عايشين فيها حاليا. ثم في البداية نتكلم على مبدأ تكافؤ الفرص. الفار حسب اعتقادي الشخصي لابد أن يكون في بداية الموسم، ما يكونش في وسط الموسم، باعتبار أنه تقريبا لتروكار نتاع البطولة تعديت وتو احنا في المنعرج الحاسم. فما فرق ظلمت بدون فار، تقول لك ايش معناها انا توا تظلمت في مرحله من المراحل ثم توا تجيب لي تقنيه الفار، وبالتالي ما فماش عداله رياضيه في الموضوع هذا. ان شاء الله بعد مع السيدة يعطينا وجهه النظر نتاعو. انا شخصيا ضد اني ناخذ التران او مارش، لابد من أنه يكون فما قواعد وفما كذلك أسس للتقنية هذه اللي تشترط شنو؟ تشترط بعض ربما الطلبات أو بعض ربما الشروط المعينة البسيطة، منها عدد الكاميرات، منها زوايا التصوير، منها وضوح الرؤية للحكم. أنا ايش لاحظت في الجولة الأولى؟ أنه ما فماش زوايا تصوير تعطي للحكم إمكانية أنه يقرر، وبالتالي الحكم ولا يجتهد، وبالعكس الصور هذيك تخلي الحكم، خاطر الحكم بدون فار باش ياخذ الديسيزيون تاعو غالطة ولا صحيحة، لكن كي يمشي للفار يولي ما يلقاش الصور قدامه الواضحة من زوايا معينة، وبالتالي يولي يجتهد أكثر، وبالتالي يقوم بأخطاء أخرى شفناها. ثم